موعد رياضي جديد يأتيكم من قناة البلاد. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. ونستهل الموعد بخرجة الناخب الوطني كريستيان غوركيف في عدد من وسائل الإعلام الفرنسية. ففي أول تعليق له بعد الكلام الكثير الذي قيل حول رحيله عن العارضة الفنية للمنتخب الوطني وأنه قدم استقالته لرئيس الفاف محمد روراوا، نفى غوركيف ذلك جملة وتفصيلا في تصريح لصحيفة تيليغرام، وحسب ما نقلته أيضا اليوم صحيفة لفيغارو الفرنسية. وقال غوركيف بأنه لم يقدم استقالته من تدريب الخضر، لكنه طلب من رئيس الفاف محمد روراوا الرحيل، وروراوا رفض ذلك في وقت سابق. واتبع غوركيف قائلا بأن رغبته في الرحيل ليست جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه أراد ترك الخضر أكثر من مرة. إذن غوركيف باق على رأس الخضر لغاية مباراة السيشل، وإشاعات رحيله عن المنتخب الوطني باطلة ولا أساس لها من الصحة. لكن انتشار خبر مغادرة الفرنسي للعارضة الفنية للخضر كان سريعا في الأوساط الرياضية بالجزائر وحتى في الخارج. يأتي هذا في وقت انقسم الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. الزميلة فاطمة الزهراء مراح رصدت لنا آراء الشارع الجزائري وعادت لنا بالتالي. انا ضد رحيل غوركيف اختي، باش نبدلوا احنا مدرب على جال مدرب واحد اخر. ماذا بيا يريح غوركيف خير، باسكو هو يوصلنا لكاس العالم، وكان يريح يوصلنا لكاس العالم غوركيف. بون بريميرمون غوركيف كي جا ليكيب ناسيونال بدل فايس بزاف، جاب عقليه بروفيسيونيل. هذا الانسان هذا انا شوي كونت باش يروح، خاطش حنا توجور اللي يخدم ما يحبوش يطيحوا عليه. دونك هذا الانسان هذا كي جا كيهضر على الشامبيونات تاع الجيري، صح ضعيفه صح ضعيفه، ما كاش لاعب وراه اللاعب هنايا لوكال اللي يسال يلعب في ليكيب ناسيونال، ما كاش نجوى اللي يسال. شامبيونات ضعيفه هكذا، لا فورماسيون ما كاش في لاجيري. ميم هو كي جا لهنايا جاب لا ميثود تاعو الجو تاعو، بور لو مومون راهي ناجحه. علاش يروح بور لو مومون؟ واش راه مواسي راه ناجح. انا والله ماني مع ضد رحيله، راني معاه كونترار، باسكو هو اللي يبين لي ماتش، هو اللي يبين كلش، هو اللي يبين ايكيب ناسيونال، هو اللي وانتيك صافا خير من الاخرين. لا باس راه الحمد لله راه ماشيين ماتش شابين وانتيك. انا ما فهمتش علاش حبوا هو حب على بالي، بصح ما بالناش علاش، مش حاجه رجعته باش يروح، كاينه حاجه. بون غوركيف انا راني معاه غير يروح، باسكو انا بور موا ما دار والو. الجا لقى ليكيب واجده، هذه خدمه كاع من الاول تحليل وزيش. كاش جوار جابوا غوركيف من اللي جا جوبونس با. نعطيك ان اكزومبل، كي قال لك على البطوله محليه بلي ماشي بطوله هكذا، كاين ان جوار منه مساس من عندنا من لي زيكيب تاعنا ما نقولوش شكون، عيطوا له كاسكي الباري طفى تليفون. نعطيك ان اكزومبل، كاسكي طفى تليفون ابري وسره نحاوه من لا ليست الجزائر كامل. هذاك الجوار في غولي عيطوا له اني بليسي 2 جور ابري لعب شامبيونا ولعب تيتولار في الاسبان. وعلاه؟ حاجه باينه، جوار محلي سي بون يكره الجزائر تاعو، يقول لك بلا ما يمدوا غير البراني. مي انا مع غوركيف اللي انا غير يروح، باسكو ما دار والو. ما جابش بزاف حوايج جدد. لي جوار قدم كانوا مع حالي لونجيتش ديجا، قعدوا هذاك الجروب هذاك هو ما بدلش. في سياق آخر، اجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوا بحكام النخبة الوطنية بالمركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. وتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى آخر مستجدات التحكيم في البطولة الوطنية، وكذا الحديث عن الجولات الأخيرة من الموسم. وطالب روراوا الحكام بتفادي الأخطاء وتطبيق القوانين بكل صرامة ضمانا للسير الحسن لباقي مشوار المنافسات الكروية بالجزائر. في أخبارنا المحلية، تعود يومي الجمعة والسبت بحول الله عجلة البطولة الوطنية المحترفة بقسميها الأول والثاني إلى الدوران من جديد، حيث تلعب غدا 3 مباريات من البطولة الوطنية المحترفة الأولى. يواجه فيها المتصدر اتحاد العاصمة مضيفه سريع غليزان، فيما يستقبل دفاع تجنانت منافسه أمل الأربعاء. هذا وتشد الأنظار غدا صوب ملعب 5 جويليا الذي يواجه فيه مولودية الجزائر نصر حسين داي في ديرب عاصمي كبير، ستكون النقاط الثلاث فيه ثمينة للغاية. كشف رئيس نادي مولودية وهران أحمد بالحاج بأنه اتفق مع اللاعب الدولي السابق الأخضر بلومي ليكون مناجيرا عاما للفريق. كما أكد أيضا أنه رفض الاستقالة التي تقدم بها المدرب فؤاد بوعلي داعما إياه في باقي المشوار. وكان المدرب فؤاد بوعلي قد قدم استقالته بعد الأحداث التي أعقبت مباراة الحمراء أمام اتحاد البوليدة، والتي شهدت ملاسنات بينه وبين شقيق رئيس النادي.
محليا دائما وبعد الأداء الجيد الذي قدمه في أول ظهور له مع الأكابر وتسجيله ثنائية أمام جمعية وهران، وقعت إدارة وفاق سطيف عقد للمهاجم ياسر برباش يمتد ل5 سنوات. هذا وينتظر أن يضاف اللاعب إلى القائمة الأفريقية شهر جوان القادم إذا تأهل الوفاق إلى دور المجموعات من المنافسة. من جهة أخرى، وقعت إدارة الرئيس حسن حمار مشروع اتفاق مع السودانيين، حيث سيتكفل المريخ السوداني بإقامة الوفاق في فندق كورينتيا بالخرطوم تزامنا مع لقاء الذهاب المبرمج في 9 أفريل الداخل، على أن يتكفل الوفاق بإقامة المريخ السوداني في فندق الهيلتون بالعاصمة. دوليا، عاد حارس المرمى مانويل نوير لتدريبات فريقه بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم عقب تعافيه من وعكة صحية تسببت في غيابه عن لقاء منتخب ألمانيا الودي ضد المنتخب الإيطالي، حسب ما أعلن عنه الفريق البافاري اليوم الخميس. وعانى نوير من مشاكل في المعدة اضطرته لعدم المشاركة في فوز منتخب بلاده ب4 أهداف مقابل هدف واحد على نظيره الإيطالي أول أمس الثلاثاء، لكنه أصبح الآن جاهزا للمشاركة مع بايرن في لقائه القادم بالبوندسليغا أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت هذا السبت. من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم منح كل لاعب في منتخب الماكينات مبلغ 300,000 يورو في حال تتويج المنتخب بلقب كأس أوروبا لكرة القدم التي ستقام في فرنسا هذا الصيف. أكدت صحيفة تيليغراف الإنجليزية اليوم أن تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني اتفق رسميا مع نادي مانشستر سيتي ليكون حارسا للسيتيزنز الموسم المقبل مقابل 28 مليون يورو. يأتي هذا رغم امتلاك الحارس شتيغن لشرط جزائي يصل إلى 80 مليون يورو مع البلاوغرانا. وكان شتيغن قد أطلق تهديدات في الأيام الأخيرة أكد فيها أنه يريد المشاركة أيضا في الدوري الإسباني، وليس الاكتفاء فقط برابطة الأبطال وكأس ملك إسبانيا. وأشار كذلك أنه إذا تواصل الوضع على حاله سيغادر النادي الإسباني. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى ختام نشرة أخبار الرياضة لنهار اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت البلاد.net. كما يمكنكم أيضا مشاهدينا متابعة البث الحي عبر الموقع ذاته. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. نلتقي غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.